هذه الحلقة. هبدأ بس بالمشاهد اللي موجودة في التحرير النهاردة. بالتأكيد بتبعث رسالة جديدة للإخوان أنه لا مستقبل لهذه الجماعة في ظل اتحاد الشعب بهذه الصورة. هل آن الأوان للجماعة أن تقرأ هذه الرسالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة المناظر اللي في ميدان التحرير وانا شفت بعيني وانا قادم لمدينه الانتاج، الناس واولادهم واطفالهم ورايحين بمنظر بهيج ورايحين لميدان التحرير، ما فيش خوف، ما فيش تردد، في ايمان وناس مثقفه، مش ناس يعني جايه مدفوعه بالاجر او يعني اتجاهات معينه دفعها، لكن ناس خارجه من تلقاء انفسها. الحقيقه الاخوان النهارده شفت مسيره الاخوان وهي بتطارد في الشوارع والناس في الاسكندريه والناس بيطاردوهم في الازقه وهم بيجروا. الحقيقه كان معايا واحد بكى، والاخوان شوفوا اوصلوا وضعهم للوضع اللي هم وصلوا. الاخوان وصلوا الوضع ازاي؟ ان الشعب بدا يطاردهم بعد الشعب ما كان محب لهم وبيرحب بيهم، بعد ما اعطاهم ثقته ودخلوا في مجالس نيابيه حازوا على 88 مقعد سنه 2005 مجلس. لا يا فندم، ده وصلوا الى مقعد الرئاسه، الى سده الحكم. الى سده الحكم كمان صحيح يا فندم. لكن يوصلوا ان هم يطاردوا في الشوارع والناس تطاردهم ويصبحوا بها، وبعدين الناس تلاقي بعد ما يمشوا لو بقايا مولوتوف وبقايا معاهم. الحقيقه يا جماعه الاخوان اللي كانت جماعه واخده ثقه الشعب انها جماعه سلميه، جماعه وسطيه، قلبت كل هذه الموازين بتحالفها مع الجماعات التكفيريه والجماعات الجهاديه. لكن الشيء اللي هي وضعها كل ما يحصل تفجير يقولوا ده الداخليه اللي مرتباها. ازاي الداخليه هترتب تفجير قدام مديريه امن القاهره؟ هل ده كلام يعقله عاقل؟ ازاي وزير الداخليه هيرتب انه يقتل نفسه؟ ده مع يعني. فالحقيقه جماعه الاخوان تخلت عن كل القيم اللي هي ربت الناس وظهرت صورتها قدام الشعب في السبعينات والثمانينات والتسعينات، السلميه عدم اتجاه للعنف. لكن الحقيقه جماعه الاخوان اصبحت الان جماعه مطارده. بقول لحضرتك بيجروا في الازقه والحواري من الناس. ازاي انت هتبقى جماعه دعوه؟ هم كانوا مسمين نفسهم جماعه دعوه، تدعوا مين؟ كانوا بيقولوا ان الذكرى الثالثه للثوره هتبقى ثوره جديده يلتف فيها الشعب، يعني كانهم بيتكلموا عن شعب تاني مش الشعب المصري. يعني انت قلت نقطه مهمه جدا. الحقيقه فين الشعب اللي ملتف حواليهم؟ المناظر الرهيبه اللي في ميدان التحرير، التجمعات، واللي في سيدي جابر موجوده في اسكندريه هيكون معانا بعد شويه. واللي في ده الشعب خارج ضدكم، الشعب خارج رفض الارهاب. يا ناس يا اخوان، يا اليس منكم رجل رشيد؟ اليس منكم من يتقي الله ويقيم تقييم حقيقي الموقف؟ الشعب شعب مصر ما كانش بيكرهكم كجماعه وكافراد. انتوا اللي اوصلتوا الشعب لهذه الدرجه. احنا بنطالبكم، ما زال الشعب يطالبكم بان ترجعوا الى الطريق السديد، وان تنبذوا العنف، وان يعني تعلنوا ندمكم على ما يعني بدر منكم تجاه هذا الشعب الطيب المتدين. هذا الشعب متدين ومتمسك بدينه وبآخرته. الشعب ده بيؤمن بالله وباليوم الآخر، ده متعمق فيه، وده هو الإيمان الحقيقي، ده هو صلب الإيمان. الشعب ده من أيام الفراعنة هو عارف ان في يوم الشعب آخر. ده اللي فيه اسر ولادها ماتوا في التفجيرات دي وفي اعمال العنف اللي شهدتها المحافظات امبارح. يعني في ناس ماتوا في هذه الاحداث ايمانا منهم او دفاعا عن ارض هذا الوطن. مهما تدعوا، مهما تقولوا جنود الامن المركزي، جنود الجيش اللي من اسر طيبه، اسر بتنتظر ابنها ده يقعد لها في اي وقت. كتير منهم مصلين، كتير امهات كتير منهم ما بيتركوش سنه اللي بيصوموا فيها، بيصلوا. هيقابلوا ربنا يقولوا لهم ايه على القتل ده؟ يعني اي شرع واي دين يبيح قتل ناس عزل مسلمين يعني موحدين. وكل ما يعملوا تفجير او عمليات عنف الشعب يتحد اكتر. ناس نزلت التحرير النهارده الحقيقه يعني معانده، لان الشعب عايز يثبت انه لا يقهر ولا يخاف باي حال من الاحوال. ولابد يعرفوا ان نهايه اي جماعه تتطرف هي النهايه، الاندثار. هنتكلم على مستقبل، كيف ينظرون الى المستقبل، لكن عايزه نسمع مصطفى النهارده لانه شاب كلنا جميل وصغير. مصطفى شايف اليوم ده ازاي النهارده؟ اولا انا سعيد ان انا مع اعلاميه متالقه وناجحه زي حضرتك. مصر في قلبها 1000 سهم لكن قلبها بينبض. مصر نامت ومرضت ومرضها طول بس مش هتموت ابدا. مصر ربنا حافظها، مش هيقدروا يزرعوا بذور الارهاب في أرض كتب الله لها الأمن. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اللي يرموا الأطفال من فوق الأسطح ويضربوهم بالرصاص
ويلبسوا أطفالهم الأكفان. خلونا بقينا نقول أطفالنا وأطفالهم، أحلامنا وأحلامهم، شبابنا وشبابهم. قتلوا الضابط عشان دي وظيفته، وقتلوا المسيحي عشان دي عقيدته، وقتلوا الطفل قتلوه عشان دي براءته. خلينا أقول لك أنهم يستحقوا الإقصاء من قلوبنا. طيب خلينا يعني نقف عند الجمله دي لانها مهمه قوي يا مصطفى. بس هينضم الينا زميل عزيز خالد ابو عرب من الاسكندريه. مساء الخير يا خالد. ان شاء الله. كيف هي الاحوال في الاسكندريه؟ يعني هناك مشهد احتفالي في عدد من الميادين، وهناك ايضا حديث عن اشتباكات وقعت اليوم، وهناك انباء غير مؤكده عن وقوع قتيل او ضحيه في هذه الاشتباكات. ايه اخبار اسكندريه يا خالد؟ نعم رشا، ما زلنا نتابع الاجواء في محافظه الاسكندريه بعد ما حول اهالي محافظه الاسكندريه الشارع الاسكندري الى ماراثون احتفالي في الذكرى الثالثه لثوره 25 من يناير. اعداد كبيره من المسيرات تاتي من حين الى اخر الى ميدان سيدي بشر وميدان المحطه كما يطلق عليه هنا في محافظه الاسكندريه. ربما وصلت منذ قليل مسيره تضم عدد كبير من المواطنين الذين يشاركون في هذه الاحتفاليه. الاعداد ربما تقدر بالالاف حتى الان. ايضا دعينا نذكر بان طائرات الجيش لها دور كبير في المشاركه في هذه الاحتفاليه. الحوامات التابعه للقوات المسلحه قامت بالتجول في سماء محافظه الاسكندريه عروس البحر الابيض المتوسط، وقامت بالقاء عدد كبير من الاعلام المصريه على المواطنين، وايضا بطاقات هدايا الى المواطنين المشاركين في الاحتفاليه بميدان سيدي بشر. لم يختلف المشهد كثيرا في ميدان القائد ابراهيم ايضا، حيث تصل من حين الى اخر اعداد كبيره من المواطنين. مسيرات من حين الى اخر من اماكن متفرقه تاتي للمشاركه في الاحتفال بالذكرى الثالثه لثوره 25 من يناير. ايضا هناك دعينا اذكرك ايضا ان مجموعه من الحملات الداعمه للفريق السيسي تتواجد الان في ميدان سيدي بشر. حمله انزل وحمله السيسي الرئيسي وايضا حمله تسلم الايادي ومستقبل وطن يشاركون في هذه الاحتفاليه، ويقومون ب عباره عن بطاقات تفويضيه يحاولون ان ياخذون من المواطنين توقيعا او تفويض بترشيح السيسي في الانتخابات الرئاسيه المقبله. هذا من جهه. بالنسبه للاشتباكات التي تحدثت عنها، هذه نقطه مهمه جدا. ربما اللواء امين عز الدين محافظ الاسكندريه مدير امن الاسكندريه وفقا البيانات التي اصدرها منذ قليل او اخر الانباء التي وصلت الينا، هو ان تم القبض على اكثر من 70 شخص من الافراد الذين شاركوا في مسيرات مختلفه بعد اشتباكات قد نشبت جراء هذه الاشتباكات نشبت بين الاهالي من ناحيه ويعني مؤيدين ومعارضين من ناحيه، وبين قوات الامن ايضا وانصار تنظيم جماعه الاخوان الذين شاركوا في مسيرات. الاماكن التي كانت فيها الاشتباكات هي سيدي بشر ومنطقه ابو سليمان وايضا منطقه المنتزه ومنطقه الابراهيميه. تحديدا كانت حصل في مشكله مع صوت في الاسكندريه. هنرجع بالتاكيد للزميل خالد ابو عرب. دي الاحتفالات في ميدان التحرير والمنصه الرئيسيه لميدان التحرير. مصطفى، انت ترى ان كل المقدمات اللي كنت بتتكلم عنها ادت الى نتيجه واحده، ان الاخوان هم من اقصوا انفسهم باعمالهم. نعم. جماعه الاخوان ما فهمتش انه ابتلاء السلطه اصعب واشد من ابتلاء المعارضه. لما كانوا في السلطه لما كانوا في المعارضه الناس كانوا بيتعاطفوا معاهم، كانوا بيدوا لهم اصواتهم، كانت الناس شايفه انه في فعلا الناس دي بتحمل الخير لمصر، لكن للاسف هم اصبحوا يحملون العار لمصر. انا بقول للمصريين كلهم وانا شايف المظهر الجميل والمبدع ده، اقول لهم لا تعلنوا الحداد ولكن اعلنوا التحدي. الضربه اللي ما تقتلكش تقويك، وده باين للمصريين كلهم. انا فخور ان انا مصري. المصريين اللي اسقطوا نظامين في عامين، نظام بالفعل كان بنى دوله بوليسيه، ونظام آخر كان يريد أن يبني دولة دينية تسيء إلى الدين وتسيء إلى الدولة. لا، مفيش شعب زي شعب ده في التاريخ. وبقول للناس كلها أن مصر للجميع مش للجماعة، لكن فيما يبدو أن الجماعة لا تتقن لغة الجميع. يعني صغير السن لكنه كبير الموهبة ومبدع حقيقي. ربنا حقيقي الحقيقة إن شاء الله مصر للجميع مش للجماعة. حقيقي صحيح. لكن هم لم يفهموا لغة الجميع. احنا قضينا على نظام مبارك في ساعات مش في 18 يوم.
يوم ما قررنا ان احنا نقضي على نظام مبارك قضينا عليه، وكذلك قضينا على الاخوان يوم ان قررنا. وانا بعتبر دور القوات المسلحه في 30 يونيو، وده رايي الشخصي، انه رد للجميل. لازم نفرق بين دور القوات المسلحه يا استاذ خالد استاذه رشا في 1952 و2013. في يوليو 1952 الجيش هو من بدأ الثورة والشعب هو اللي ساند الجيش، أما في يونيو 2013 فخلينا أقول لك إنه الشعب هو من بدأ الثورة والجيش هو اللي بيساند الشعب، وهو ده جيشنا العظيم. انا فخوره بيك لانك عندك 17 سنه، لكن واستاذ خالد كمان واضح ان هو يعني شايف الجيل لا والله مبسوط، شايف مصر ولاده ازاي ما شاء الله، وامل في هذا الجيل الحقيقه، الجيل الفاهم، الجيل الواعي اللي بيمثل روح مصر البسيطه السهله السلسه المنطلق. ان شاء الله بيجي لكم ده مصطفى مصر هتوصل يعني اعلى من الدول الاوروبيه، بيجيلنا وبيجيلكم الاثنين مع بعض. شايفين الاجواء الاحتفاليه، شايفين الاغاني في ميدان التحرير، شايفين الاحتفالات ايضا في الاتحاديه، كنا شايفين صوره من احتفالات ايضا في الاسكندريه، ميدان الأربعين في السويس رغم الحادث المؤسف اللي شهدته او شهده معسكر للامن في السويس، واللي تم ارتفاع اعداد المصابين فيه الى 18 شخص حتى الان، وتم القبض على 4 من المتورطين في احداث الامن او معسكر الامن المركزي في السويس. وادي اسكندريه كمان عشان خاطر الاستاذ خالد اسكندراني، فلازم يعني برضه نحيي شعب اسكندريه جميل الصور الحقيقه. خلينا نقول ان هذه الصوره المبهجه للغايه، رغم ان في نقاط ساخنه فيها اشتباكات، لكن هذه الصوره المبهجه، الصوره اللي بتسودها الفرحه، عمت تماما وطغت على المشهد، وهو ده اثار الدماء والارهاب اللي حدثت امس كانت اثار سيئه واثار حزن، لكن الفرح بتاع النهارده ده وتجمع الناس ده مسح اثار الحزن لمت بينا امبارح للدم وجثث قتل ابنائنا الجنود اللي قتلوا عند الارهاب امس في حوادث غدر رهيبه لا تنتمي للاسلام باي شكل وباي صفه. هؤلاء الاطهار الذين قتلوا امس وصعدت ارواحهم الى السماء تشتكي من الظلم الذي وقع عليهم من هؤلاء الارهابيين. ان شاء الله فرحه اليوم وتجمع اليوم مسحت هذا الحزن وازالت ما ألمنا بنا من ألم. شايفه الحزن في عينيك يا استاذ خالد، يعني الحقيقه النهارده يعني احنا كمصريين لما بنفرح قوي بنبكي، يعني صحيح. النهارده احنا لكن زي ما بيقول استاذ خالد حاله الالم الشديد اللي كانت مسيطره علينا امبارح، واحنا شايفين ابنائنا المجندين البسطاء اللي بيسقطوا ضحايا لهذه الاعمال باسم الشرع وباسم الشريعه وباسم الاسلام، والاسلام بريء منهم. اسلام الرحمه والامان والسلام يتحول الى دين. ممكن نكون خسرنا دم كتير قوي وخسرنا ناس كتيره قوي، بس احنا كسبنا تلاحم ووحده. الشعب ده دائما ما يبهر العالم، دائما ما يبهر العالم على مر التاريخ. اقرأوا التاريخ هتعرفوا ان كل السيوف وكل الرماح وكل الجيوش ما تحطمت الا على هذه الصخره المصريه الصلبه. مصر دوله عظيمه بابنائها وبشعبها. 25 يناير غيرت مجرى التاريخ، غيرت التاريخ المعاصر، غيرت رئيسين ونظامين ونخبتين ودستورين، غيرت عدة وزارات. 25 يناير غيرت البشر. لا، وعايزه اقول ان 25 يناير النهارده بعد 3 أعوام من هذه الثوره العظيمه تجمع الجميع، الميدان التحرير يجمع الجميع، عشان كانوا بيحاولوا يقولوا 25 يناير حاجه و30 يونيو حاجه، لا، اللي موجودين في ميادين النهارده المحافظات في التحرير وفي الاتحاديه هم ابناء هذا الوطن، بتوع 25 يناير بتوع 30 يونيو زي ما عايزين يسموهم، لكن هم دول المصريين بفكره المجموع زي ما مصطفى بيقول. صحيح. الحقيقه مصطفى يعني بيعبر تعبير، يعني انا في 2010 في انتخابات 2010 لما حدث انتخابات مجلس الشعب وكنت مترشح، قالوا لي بقى ناس من قيادة الامن خلاص انتهى، ما فيش نجاح تاني، يعني كانوا سيطروا وصلوا هم دانت لهم الارض وسيطروا فيها مع عهد حسني مبارك، وقالوا انسى انك تترشح وانسى انك تنجح. مصطفى قال ابتلاء السلطه اعظم من ابتلاء المعارضه. صحيح. يعني الجمله لا، جمله حقيقه معبره وجمله حقيقيه. الاخوان الحقيقه يعني لما ابتلوا السلطه كاشفه فاضحه، كشفت لهذا الشعب وانرت له الطريق. لو كانوا مع ربنا ما كانش ربنا اخذهم. هي القضيه الكبرى الخطأ الكبير اللي وقع في جماعه الاخوان ان هم تصوروا ان هم اكثر تدينا واكثر قربا لله سبحانه وتعالى من هذا الشعب ومن هذه الجموع من هذه الملايين المؤمنه. وهم ابعد ما يكونوا عن الاسلام، لان احنا ما نعرفش الاسلام ده. الاسلام ده دين العدل والتسامح والرحمه، والاسلام انتشر عن طريق التجار ما انتشرش عن طريق العلماء. القران الكريم حرم قتل النفس، ده تحدث عن النفس بصفه مطلقه، لم يكن النفس المؤمنه ولا النفس المسلمه. ده الترويع حتى مش القتل، ده الاسلام
محذر من الترويع المؤمن. نعم. يعني الترويع ده انك تخوف تجعله عايز الناس ما عايشه دلوقتي من الانفجارات وماشيه متعصبه باي سياره واقفه ما فيهاش سائق، ده نفسه خطا كبير وذنب كبير في مش عارفه تتفقوني في هذه اللحظه، لان الحقيقه ومصطفى بيتكلم وهو ممثل جيل الشباب الصغير. جاء في ذهني شباب الاخوان المسلمين، عودوا الى رشدكم. يعني ندعو كل هؤلاء الشباب، شوفوا المشهد ده وقروه صح، عودوا الى رشدكم، عودوا الى هذا الوطن. هذا الوطن هو ملككم انتم، هذه الجماعه ليست وطن، الجماعه ذهبت في طريق اللا عوده. صحيح. الشباب دول، وانا اسف استاذ خالد، يعني لما يكون في اشخاص يقولوا لهم روحوا جاهدوا باسم الدين وباسم الشرعيه، وهم كانوا بيخططوا للهرب، لسه ما فهموش ان هم بيستغلوا. استاذ خالد قال لي في حوارات سابقه يعني حقيقة الواحد يعني انت يا استاذ رشا قلت الواحد بينفطر قلبه فعلا لما يشوف شباب في مثل ابننا مصطفى وهم مع الاخوان، وشباب مخلص وشباب طاهر وشباب بيحب الدين فعلا. يعني الشباب مضحوك عليه، مضحوك عليه مخدوع. ده مش مضحوك، ده مخدوع خدعه كبيره يا مصطفى، خادعينه. يعني لما يقولوا له السيسي مات ويقعد هذا الشباب يردد، السيسي يطلع في القنوات ويطلع. شوف الكذب وصل لدرجه ايه، لما يعني يقولوا يوم 25 يناير مرسي يوم 26 هيبقى في القصر. المخابرات الحربيه اللي عملت الحادثه بتاعت مديريه امن القاهره ومديريه امن الدقهليه، طب وهي برضو المخابرات الحربيه اللي طلعت جماعه انصار بيت المقدس، ما تسمى بجماعه انصار بيت المقدس، وقالت واعلنت واعلنوا بيانات يعني وجماعه معروف تاريخها ومعروف انها يعني جماعه تكفيريه ارهابيه معروفه ومعروف نشأت فين ومين اللي انشاها. وواحد اسمه عبد اللطيف انشاه، دكتور كان في اسكندريه بيدرس فلسطيني، وراحت في غزه، وحماس قتلت عبد اللطيف ده في المسجد، قتلت كثير من وانصاره انتشروا في سيناء وانتشروا في جماعه معروفه محدده معروف من قائدها. عايز ارجع للنقطه بتاعت الشباب، انه بيعز على نفسك ابنائك من ابناء الحركه الاسلاميه، الشباب اللي للاسف الشديد مغرر بهم للاسف الشديد. انا بأقسم عليكم بالله ايها الشباب، انتم شباب متفتح، شباب ذو عقول راجحه زي. اسمح لنا بس يا استاذ خالد عشان نطمئن على الاوضاع في السويس. اتفضل. الاوضاع في السويس ساخنه. معانا الزميل احمد الحسيني. مساء الخير يا احمد. اهلا بيك يا استاذه رشا، ونحييكم من محافظه السويس، محافظه الصمود والتحدي، حيث الاحتفالات شديده هنا للغايه في مدينه السويس، وتجمعات شديده للغايه ازدادت مع ساعات الليل، رغم الانفجار الذي وقع اليوم عصر اليوم امام معسكر الامن المركزي واسفر عن اصابه 18 شخصا، من بينهم 8 من افراد القوات الامن ومن المجندين، الا ان تحدي شعب السويس ازداد بعد هذا الانفجار وزادوا عددهم. هذا التجمع هنا في ميدان الأربعين هو ليس الوحيد في محافظة السويس، بل هناك تجمعات أخرى. هناك تجمع آخر في ميدان خضر، وهناك أيضا تجمع ثالث أمام كورنيش السويس. ويسعدني الآن أن تكون معنا أحد المحتفلات والمشاركات في هذه الاحتفالات، وهي واحدة من مواطنات أهالي السويس، الحاجة منى. الحاجة منى أهلا بيكي. أهلا بيك. كلميني عن مشاركتك اليوم في احتفالات 25 يناير. المشاركة النهارده كانت كبيرة قوي، وكنا طبعا معانا أمهات الشهداء كلها كانوا بيحتفلوا وكانوا مبسوطين، بس عايزين الدم، يعني عايزين القصاص للشهداء، والجو جميل، واحنا عايزين السيسي رئيس وبندعمه يا احمد، وكل الناس نازله ومش خايفين، مهما يعملوا مش هنخاف منهم. التفجير اللي حصل النهارده عند الامن المركزي، هل ده خوفكم او خليكم ترجعوا او تقلوا الاعداد شويه؟ بالعكس، الناس نزلت اكتر واكتر من الاول، ودلوقتي كل الناس عماله تنزل، واحنا طبعا هنحتفل وقاعدين للصبح نحتفل. احمد الحسيني، الشرطه والجيش والشعب ايد واحده. كما تقول الحاجة منى، هذا هو المشهد هنا، الإصرار ازداد هنا في محافظة السويس. أحمد لو بتسمعني، هناك 3. نعم أسمع. يعني بس عايزاك ترجع للحاجة منى تاني وتسألها، لأنها قالت حاجة مهمة جدا، إن هي كانت مع أمهات الشهداء النهاردة في السويس اللي سقط فيها أول شهيد في ثورة 25 يناير. حاجة منى لو تنقلي لي مشاعر الأمهات دول، لأن طبعا هم بيطالبوا بالقصاص العادل لأبنائهم، لكن رغم ذلك نزلوا للاحتفال بهذه الذكرى. انقلي لي مشاعرهم يا حاجة منى. نعم. يعني الحاجة منى أول شهيد سقط في ثورة 25 يناير في السويس، اوصفي لي شعور أهالي الشهداء وأمهات الشهداء. والله شعورهم مبسوطين إن الإخوان مشيوا، وهم عندهم قناعة إن الإخوان هم السبب في موت ولادهم، وإن الشرطة بريئة من دمهم، ومبسوطين وعايزين القصاص العاجل لأولادهم.
ونازلين معانا بيشتركوا كويسين. وطبعا احنا كلنا بنحتفل بثوره 25 يناير وب 30 يونيو، وان شاء الله الانتصار الكبير يوم ما السيسي يرشح نفسه. احنا بنطالب سياده الفريق السيسي يرشح نفسه، لو متنا جوع هنعيش وراه، بس يرشح نفسه. حتى اهالي الشهداء عايزين السيسي يرشح نفسه. أشير هنا إلى أن أول شهيد سقط في السويس هو مصطفى رجب في ثورة 25 من يناير. وقد عبرت والدته اليوم عن رغبتها في ترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية ولمواجهة الإرهاب، إرهاب الجماعات المسلحة وإرهاب جماعة الإخوان. أشير إلى نقطة أخرى. نعم، أريد أن أعرف منك تفاصيل الإصابات في استهداف معسكر الأمن المركزي في السويس. هل بالفعل ارتفعت الإصابات ل 18 حالة؟ وهل تم القبض على عدد من المتورطين في هذا التفجير؟ في تمام الساعة 4 اليوم سمعنا دوي انفجار كبير هز أرجاء محافظة السويس هنا، وبعد ذلك بلحظات أدركنا وعرفنا أنه انفجار وقع في محيط معسكر الأمن المركزي هنا في محافظة السويس عن طريق سيارة مفخخة انفجرت على بعد 40 كيلو، عفوا 40 متر، على بعد 40 متر من سور الأمن المركزي، أسفرت عن بعض الإصابات من بين المرة وكذلك في صفوف الأمن المركزي. بعد الانفجار وقع تبادل إطلاق النار ما بين مسلحين حاولوا تبادل إطلاق النار وإطلاق النار على الأمن وبين الأمن، ما أسفر عن وقوع إصابات أخرى معظمها حالات جروح، وهناك أيضا الحالات بالفعل وصلت الآن حسب مصادر طبية في محافظة السويس ومديرية الصحة إلى 8، بينهم 8 مصابين من أفراد الأمن المركزي. أشير أيضا إلى أنه انفجرت أنبوبة أو ماسورة المياه الرئيسية في هذه المنطقة، مما أسفر عن أن المياه انتشرت في الشارع بشكل كبير، ووقعت أيضا حفرة. الانفجار أسفر أو أودى أو أدى إلى تسبب حفرة الطريق. ورغم ذلك فقد مرت اليوم 33 سفينة عبر قناة السويس. أشير إلى أن هناك تعزيزات أمنية كبيرة جدا جدا للغاية في محافظة السويس، والمحتفلين من الشعب المصري يتم تأمينهم بالكامل، كما يتم تأمين مداخل ومخارج محافظة السويس. ويتم تأمين المجرى الملاحي المائي، وأنا أشاهده هنا أمامي تمر السفن بسلام تام. شكرا لك. شكرا ليك الزميل أحمد الحسيني من السويس، يعني يتحدث عن ارتفاع أعداد ضحايا تفجير معسكر الأمن المركزي إلى 18 حالة إصابة، وتم القبض فعلا على عدد من المتورطين في التفجير منهم 4، لكن أنصار بيت المقدس أعلنت أيضا مسؤوليتها عن هذا التفجير. النهاردة كان في بعض الأنباء كده بتشير إلى أن مفيش حاجة اسمها أنصار بيت المقدس، دي الميليشيات المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين، أو حتى بعض الأنباء تحدثت عن ميليشيات مسلحة لخيرة الشاطر، هي من تنفذ هذه الأعمال تحت غطاء جماعة أنصار بيت المقدس. هل يمكن أن يكون هذا السيناريو مطروح؟ هو احنا الواقع اللي قدامنا اللي زي ما نلمس ما بنلمس الأشياء اللي أتمنى إن في اجتماع سوريا الدكتور مرسي رئيس الجمهورية دعا جميع الجماعات التكفيرية والجماعات الجهادية لهذا الاجتماع، وقبله دعاهم في اجتماع صد النهضة. خلاص هو قام تحالف علني معاهم، وما زال في السلطة الشرعية، مش هو خارج السلطة، ده راجل بيمثل قمة السلطة الشرعية وقمة احترام القانون والدستور، يدعو جماعات تكفيرية، جماعات جهادية، جماعات بتكفر المسلمين، جماعات يعني تعتقد بفكر الخوارج وباستباحة أموال العجائز والأطفال والنساء، دعاهم وجلس معاهم وعقد معهم حلف. فجماعه وحكايه الحفاظ على ارواح الخاطفين والمخطوفين يعني فده عيانا بيانا قدامنا الكلام ده حدث. فاحنا التحالف اللي تم بين جماعه الاخوان وبين هذه الجماعات شيء مسجل ملموس معروف. فهذه الجماعات بتقوم قبل ما مرسي لم يعزل لم تقم باي اعمال عنف تذكر قبل ذلك، ولكن بعد عزل مرسي وان البلتاجي صرح بوضوح وبصراحه
ان ستقف العمليات فورا له اعيد مرسي الى السلطه. طبعا والبيانات اللي بتصدر عن تلك يعني الجماعه هناك تحالف بين هذه الجماعات التكفيريه وجماعه الاخوان يعني هذا المشهد اللي تسوده الاحتفالات وبتطغى عليه، لكن للاسف في بعض المناطق الساخنه. اسمحوا لنا بس نطمئن على المطريه. ميدان المطريه بيشهد اشتباكات منذ ساعات، وهينضم الينا هاتفيا الزميل محمد سماحه لمعرفه التفاصيل. مساء الخير يا محمد. محمد. ايوه مساء الخير يا استاذ رشا. مساء الخير يا محمد، ايه الاوضاع في المطريه الان؟ هناك حديث عن اشتباكات منذ ساعات في ميدان المطريه بين الاخوان والاهالي وما بين الاخوان وقوات الامن. لا، هي عناصر الاخوان تستعد الان للاعتصام في ميدان المطريه، عددهم بالالاف متواجدون الان في ميدان المطريه. يتم الان اغلاق جميع الطرق المؤديه الى الميدان من قبل عناصر الاخوان باشعال اطارات السيارات واغلاق بالحجاره. ايضا معظم المحال المتواجده في الميدان اغلقت تماما، وهناك ظلام دامج حتى انه يصعب علينا نقل صوره من ميدان المطريه، فهناك ظلام دامج في الميدان. وطبعا هذا عقب الاشتباكات التي حدثت بين هذه العناصر وقوات الامن. الهتاف الاساسي الان في ميدان المطريه هو الشعب يريد اسقاط النظام. عددهم كام يا محمد؟ قلت لي عددهم بالالاف، يعني كام الف مثلا؟ يعني حوالي 1500. 1300 شخص؟ 2000 1500 2000 1500 شخص او 2000. طب قوات الامن بتتعامل مع الموضوع ازاي؟ قوات الامن الان متمركزه عند قسم شرطه المطريه، طبعا ده عقب اشتباكات بينها وبين المتظاهرين عندما ذهب اليهم المتظاهرين بالقرب في محيط قسم المطريه، وقامت قوات الامن بالقاء الغاز المسيل للدموع والخرطوش عليهم، مما ادى الى رجوعهم مره اخرى الى الميدان. وهم الان يحاولون الاعتصام في ميدان المطريه. لا، قوات الامن ليست متواجده الان في ميدان المطريه. لا، انا اتحدث عن انصار الجماعه يحاولون الان الاعتصام في ميدان المطريه. بالضبط، وهم يستعدون للاعتصام. ايضا الجدير بالذكر ان مروحيات عسكريه تحلق بارتفاع منخفض للغايه حتى يصل الان الى اسطح العمارات. القوات المسلحه، مروحيات من القوات المسلحه، والهتاف هو الشعب يريد اسقاط النظام. طيب، الزميل محمد سماحه مراسل دريم من ميدان المطريه بيقول ان هناك عدد 1500 او 2000 شخص من جماعه الاخوان المسلمين بيحاولون الاعتصام الان في ميدان المطريه. ان شاء الله مش هيعتصموا. هم ده قوات الامن بذلك. هم يعني سيفروا، يعني مش هيقفوا في الميدان ولا هيعتصموا اكتر من كده، لكن هم بيحاولوا اثبات وجود. طب خليهم يعتصموا كده ويبينوا الصوره ان هم 2000 وفي حشود وملايين. وفي الصباح برضه كانت هتافات مجموعات صغيره. شوفوا الصفه اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها، المصريين المتدينين كل الميدان بيصلي تدين، هم بيصلوا في ميدان مصر عظيمه يعني في وقت الصلاه واذنوا في الميدان وبيصلوا. دول تسميهم ايه؟ تسمي الناس اللي احنا ادينا لهم الفرصه عشان يبقوا كل حاجه، بس هم اثبتوا لنا انهم ولا حاجه. عايز اقول لشباب الاخوان الا الدوله. ممكن احنا نخسر حزب، نخسر جماعه، نخسر قائد، بس كله الا الدوله. مصر مش هنقدر نجيبها تاني، ومصر محفوظه غصب عنكم. لكن اللي انا مشفق عليهم شباب 25 يناير. ويمكن النقطه دي حابب اثيرها النهارده، انه النخبه، على فكره النخبه الحقيقيه هي الحاجه منى اللي كانت بتتكلم من شويه، هم البسطاء الشعب دول هم النخبه الحقيقيه. صحيح. وهم دول قسموا البلد. نعم، قسموا البلد مره لفلول وثوار ومره الاخوان وكفار، وجايين النهارده يقسموا البلد لعواجيز وشباب. لا، هذه الثوره ثوره شعب. احنا من غير العواجيز ولا حاجه، واسمح لي في لفظ العواجيز، وانتم من غير الشباب ولا حاجه. هم العواجيز، العقول التي تخطط وتفكر وتدبر، واحنا الايد اللي بتشتغل وتنفذ. لازم نشتغل على الجانبين معا، لان الثوره ثوره شعب. جماعه الاخوان ذهبت الى طريق اللا عوده. بناشد الشباب ان هم يستفيقوا من هذا النوم، او انا بعتبره موت اكلينيكيا. هو مش شايف هو بيعمل ايه. هذا التضليل، سيطرة نظرية المؤامرة، المظلومية اللي هم بيقنعوا بيها شباب الاخوان. ده فقدان للوعي. فقدان وعي. احنا بنفتقد لحاجات كتيرة. بنفتقد. هم عايشوا يعني كانوا قاصدين في رابعة العدوية ان يعيشوا الناس في موضوع المظلومية، ودفعوا
البوليس ودفعوا شباب الاخوان للاعتصام والشباب الاسلامي بصفه عامه. الناس المتدينه، ناس كتير متدينه طيبه ملهاش في الجامعات، دفعوها انها تعتصم في رابعه العدويه. هم عارفين ان هتحصل مشكله وهتحصل ناس تموت ودماء، هم كانوا قاصدين ان يراق دماء. والحقيقه انا كنت في مجموعه قاعدين نتناقش مجموعه من الناس الاسلاميين المعتدلين، ويعني كلنا تاكدنا ان الاخوان كانوا عاوزين مذبحه رابعه، كانوا عاوزين الدماء تراق، يظلوا يتباكون زي ويجعلوها دي المظلوميه اللي يعيشوا فيها. وهم خدعوا كتير من السلفيين زي ما قال اخونا مخيول رئيس حزب النور وعدد من قيادات التيارات السلفيه، خدعوا كتير من السلفيين انهم يشتركوا. وليله فض الاعتصام كل قيادات الاخوان تركت ميدان رابعه، ما شفناش حد من القيادات ظل، لكن ظل الناس البسطاء المتدينين الطيبين، ومات منهم اعداد كبيره. للاسف هم اندفعوا فاتوره تعنت قيادات الاخوان للاسف الشديد وتخديرهم. وهم الاخوان يعني بيمشوا بسياسه القطيع، يعني الناس تمشي بدون وعي وبدون تفكير. الناس لو فكرت هتنفض كلها عن الاخوان. الناس لو تقرا المشهد ده، لو تشوف الشعب المصري زي ما مصطفى قال بكل فئاته وبكل انتماءاته وبكل موجود عشان يعبر عن الوحده. وانت بتقول كلام كده حسيت ان ممكن يكون عندك موهبه الشعر، نختم بيها لو عندك. نختم بيها. دي كاميرتي؟ طيب انا طبعا سعيد كنت مع حضرتك النهارده. ده احنا سعداء بيك يا ربنا يخليك. انا بس يعني مصر جميله ومصر عظيمه باهلها وشعبها، وعايز اقول للناس اذا مصر قالت نعم ايدوها، وان اعلنت لاءها فاسمعوها، فمصر منزهه في الارب، ومصر العلا وضمير العرب. الى ارضها لجأ الانبياء، وفرعون معجزه في البناء، وأوصى الإله بها العالمين، وقال ادخلوا أرضها آمنين. حمى الله نيلها من كل عادي، وجنب شعبها غزو الطغاة. فيا رب يا رب بارك لنا في مصر الحبيبة، وكن معها في الليالي العصيبة. يا رب يا مصطفى، يا رب. وربنا يبارك في الشباب. هو ده نبت شباب مصر، وهو ده مستقبل مصر ان شاء الله. نورتوني النهارده، كنت سعيده جدا بوجودكم معايا في هذه التغطيه، وشرف لينا كلنا كمصريين ان احنا نشارك في هذه الاحتفالات العظيمه لتلك الثوره العظيمه. عاشت مصر، والله عليك يا مصر، وانت منوره بالنصر، بنصر المصريين، بارادتهم، بانتصار ارادتهم اللي موجوده في الميادين. يا رب انصرنا جميعا، ويعني امنا، لان الناس امبارح كانت حاسه بحاله من الفزع، لكن ان شاء الله نصر الله البيوت كلها يعني مرت بليله، لكن ليله عصيبه، لكن النهارده فرح يعني ليله عظيمه يا مصر ان شاء الله. بشكر حضراتكم الاستاذ خالد الزعفراني الخبير في شؤون الحركات الاسلاميه، نورتني النهارده. وايضا هنقول الزميل قريبا ان شاء الله اشوفك، لانك عندك موهبه. لا ازاي عندك موهبه، ونورتني النهارده. مصطفى المنشاوي الصحفي الصغير، ان شاء الله يكون عنده برنامج قريبا ان شاء الله وينافسنا بقى، ما نقدرش على المنافسه. شكرا لكم واشوفكم على خير، وهذه تحياتي وتحيات زملائي في اسره عمل هذه التغطيه.